بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريم يا رب يا كريم، عدلنا الايام دي كده على خير وخليها تبقى سهله كده وجميله، والواحد يفضل عارف يتكلم الكلمتين ويقولهم وما يلخبطش وما يتلخبطش، عشان الكلمه دلوقتي بقت بميزان. لو اتكلمت كده يقول لك اصل انت مش عايز ايه، واتكلمت كده يقول اصل انت مش عارف ايه، واتكلمت كده انت فين، واتكلمت كده انت ليه، وهكذا يعني على طول. فربك كريم ان شاء الله كده يسترها معانا بامر الله. هو فيتوريا عملوا فيه ايه؟ ماله فيتوريا؟ مش مشي؟ لا ما مشيش. هنهزر؟ لا والله. فيتوريا قال لك انا ما حدش كلمني. يعني ما حدش كلمني ولا حد قال لي حاجه. انا قريت على الصفحه بتاعت الاتحاد شكرا، وانا ما باخدش بالصفحات. طب ايه يا عم انت عايز ايه؟ قال لك انا مدرب المنتخب. يا عم روي انت بتهزر؟ والله ما بهزر. فافتكر الجماعه بتوع الاتحاد الحمد لله، والراجل الجميل وليد العطار الحقيقه، فالنهارده قعد معاه. يمكن القعده تكون لسه شغاله، يمكن تكون خلصت من شويه. اول تحرك رسمي لانهاء عقد فيتوريا كان من 3-4 ساعات، وكل اللي فات ده لا كانوا بيخلصوا من تعيين محمد يوسف مدرب منتخب مصر. يا عم ما تغلطش، حسام حسن، معلش حسام حسن تمام. على فكرة أنا لا أقلل لا من محمد يوسف ولا من حسام حسن، أنا بس مستغرب من الطريقة نفسها، من الأسلوب نفسه، وكأنه عارفين احنا أسفين يا صلاح، بس مش محمد صلاح يا عيني اللي كل كان بينهش فيه، لا هي القصة ماشية كده. يعني كرامة البني آدمين مش موجودة عند البعض، حفظ كرامة الناس مش موجودة عند البعض. فتعين محمد يوسف وتمام التمام. على فكره محمد يوسف راح تاني يوم الاتحاد، لا حد شافه ولا حد قال له حاجه ولا حد قال له انت جاي ليه. الراجل تعين فراح وابلغه فراح. طيب هنشتغل ازاي؟ فما حدش كلمه في حاجه خالص يعني. ففي اغنيه جميله جدا لمحمد العزبي اسمها زي ما رحنا زي ما جينا. ما عداش كام ساعه كده وكان يوسف مشي وجه حسام. خلاص حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر، الموضوع انتهى. مش عايزين بقى كلام كتير في المواضيع دي. احنا مستنيين دلوقتي هم قالوا ان الاسبوع الجاي هيعملوا مؤتمر صحفي لتقديم حسام حسن. لازم المؤتمر ده يكون مؤتمر محترم، لازم نعرف حسام هيشتغل ازاي. والله يبارك لكم، الله يخليكم. يعني اصل انا بصراحه بقى هطلع كل اللي جوايا واخلص بقى.